لو بطارية الموبايل بتاعتك بتخلص بسرعة فالفيديو ده ليك. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف ايه هي المشاكل وحلها في الفيديو ده. تعالوا يا جماعة نعرف مع بعضينا ايه هي الطريقة الأولى. أول حاجة هنجي على الإعدادات، تمام، وهننزل تحت كده هنجي على الموقع، تمام، وهنجي على بحث عن شبكة الواي فاي او البلوتوث. هنقفل طبعا الخيارين دول، طبعا هنقفلهم. طب هتسألني دلوقتي ليه يا امير نقفل الخيارين دول؟ طبعا اول ما بتعمل دي بتقلل معاك نسبة الشحن او بتزيد معاك نسبة الشحن. طول ما هي شغالة بتستهلك كتير في البطارية، لكن ادين انا فصلتهم زي ما انتم شايفين كده، باذن الله البطارية لوحديها هتستهلك بالراحة وخالص، مش هتستهلك خالص كتير. تعالوا نخش على تاني طريقة مع بعضينا يا جماعة. خيار كده هنجي على الاعدادات، تمام، زي ما انتم شايفين، وهنجي على الموقع، تمام، وهنجي على اذونات التطبيقات، تمام. بيقول لك هنا التطبيقات دي كلها بتستهلك من البطارية. طب ايه اعمل يا امير انا دلوقتي عشان ما استهلكش من البطارية؟ هتجي لي على تطبيق مثلا زي تطبيق نون كده، تمام، هتجي لي عدم السماح. لو دوست كده بقى باذن الله الموقع لوحده بيشيله لك خالص. طب ايه استفدت مثلا من الشيله دي يا امير او البتاع ده؟ طبعا التطبيقات دي يا جماعه عشان تكونوا عارفين بتبقى 24 ساعه شغاله. لما تكون 24 ساعه شغاله البطاريه بتبدا تنزل معاك واحده واحده تدريجيا، من غير ما انت تعمل مشاكل او من غير ما تستعمل التليفون. لكن لما بتخفي التطبيقات دي لوحديها البطاريه بتعمل ايه؟ الاستهلاك بيقل، فبيزيد مثلا الاستهلاك بتاعك بيوصل قليل، فالكلام ده فالبطارية انت كده بتحافظ عليها. كده بإذن الله نكون اديناكم كل الطريقات الكافية. ويا ريت يا جماعة لو وقفت معكم اي طريقة او مش عارفين تجيبوا اي طريقة تكتبوا لي تحت في التعليقات. وما تنسوش برضو اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبرضو لو معاكم اي مشكلة اكتبها لي تحت في التعليقات. مع السلامة، سلام.